والراجل اللي بيلطم ده مفيش اي ثبات انفعالي خالص. طب انت كمدرب شفت واخد 3 طلعه بقى معواد بره، مفيش خالص. انت شايف الجون بيلطم، اول مره اشوف لعيب بيلطم في ماتش كوره في مصر، بس هو لسان حلو غلبان. احنا متبهدلين. انا بقول لكم اهو والايام بينا، انا بقول لكم اهو والايام بينا، نادي الزمالك بينتهي، نادي الزمالك بينتهي. انا بقول لكم اهو الايام بينا، يا تلحقوه يا ما تلحقوهوش. المطلوب دلوقتي ان الزمالك يبقى زي اي فريق في الدوري في ال 18 فرقه، ما يبقاش بقى حتى ولا الوصيف ولا البعبع ولا الفن. لا انا بقول لحضراتكم احنا رايحين في سكه اللي يروح ما يرجعش. انت عندك قدامك الاهلي عنده الدكه بتاعته بره فيها فرقه تانية، ناس نازله كلها عايزه يعني تعمل حاجه، تقدم حاجه. يا عم دكه ايه ده اللي نزل؟ كابتن رامي وديعه وكابتن طاجن محمد طاجن وجاستن بيبر اللي اسمه خريستو ده، خدوهم يا عم، العيون كلها بصاصه خلق عايزه في عينها رصاصه. بلاش قله ادب، بلاش سفاله وتطاول، ولا هفسيك في قلب حتتك. خلي بالك في قلب مكانك. انت نضفت بعد ما الراجل خدك عنده واداك قرشين، انت نسيت يلا شبشب الزنوبه يلا، واحمد طه لما فضحك لم نفسك، بحذرك مره لم نفسك. وبعدين بعد ما نفوق بس من اللي عندنا، بس هسمع الناس الرسائل انت بعتها لي، يا اعظم رئيس في التاريخ، والنبي عايز اعمل كذا، والنبي فلان الفلاني. ايه الابتزاز اللي احنا عايشين فيه ده؟ انت مين يلا اصلا؟ انت عيل خاين وهربان وهربت انت كمان. بتتكلم عننا احنا ننص عينه وننص عين امه؟ ولا انت منين يلا بقى؟ منين؟ ولا لم نفسك، وحذرك لم نفسك، وانت اللي جبته لنفسك. انا عمري يا ابني ما بضرب حد، بس عندي انصار بالملايين اتحملهم. انما بتعمل شعرك كده والجاكيت والبتاع وتقعد تترقص مش عاجبك حد، انت خيبه انت وغيرك طبعا يعني. لا جو التلقيح ده مش جايب معايا سك. امبارح هو يقول لك النانوس وانت النهارده تقول انت بتعمل شعرك كده. لا نقول اسامي بعض بقى، يعني رضا عبد الهادي ومرتضى لازم يواجهوا بعض، مش معقوله كده. هاشتاج مش مقصوده، بس لو على مقاسك البسها.